وصفتنا لنهار اليوم وصفة خفيفة وظريفة. راح ندير لكم طاجين شيفلوغ مرقة بيضة بالحميصة. الوصفة تاع اليوم تاع ليليه توجدوها. هاد الباطا اذا شفيتو كانت من الفيديو تاع تحضيرات رمضان. قلت لكم دائما هاد الفخاتين اللي يكون يعني الجزء تاع الدبوزه نخلوهم للمراقي البيوضه، هكذا باش يطلقوا هذيك الماده اللي تخلي المرقه بيضة تخرج عاقده وثقيله. الطريقه تاع التتبيله تلقاوها بالتفصيل في القناه، راهي في بلاylist تحضيرات رمضان. من بعد ان شاء الله نحط لكم الرابط تاع الفيديو في التعليق المثبت. هنا دوكا بعد ما تقلى يعني هذاك الدجاج خرج شويه الماء ديالو، هي من الافضل تخلوه يتقلى بالطبع، ياخذ تعسيله شابه. من بعد تزيدوا حبه تاع بصل تكون مرحيه بالطبع مع شويه تاع الحميصه مشبخه 12 ساعه. انا الله غالب يعني كنت مزروبه على هذه، كان لازم نكمل الفيديو. خليت هذيك القدر على نار هاديه حتى يدبل هذاك البصل. نجيو دوكا للشيفلوغ. هنا كان عندي راس تاع الشيفلوغ، نقيته بالطبع وغسلته بالماء والخل. من بعد حطيته يفور على قدر يكون فيها الماء وشويه تاع الملح مع شلخه تاع القارص باش يحافظ على اللون ديالو يبقى ابيض شباب، في نفس الوقت الريحه ديالو ما تمشيش في الدار. نجيو دوكا للخلطه تاع البني تاع الشيفلوغ. هنا عندنا زوج حبات تاع البيض، نفس الكيل يعني اللي كيلتو به زوج حبات تاع بيض تاخدوه فرينه وحليب، معناها زعما عمرتو زوج حبات بيض في كاش، نفس هذاك المقدار تاخدوه فرينه، نفس هذاك المقدار تاخدوه حليب، وديروا شويه تاع المعدنوس. اما التوابل عندي الملح، عود تاع القرفه، فتة زعتره، توابل تاع الدجاج، زرعه البسباس، وشويه تاع الملح. وعندنا تاني شويه تاع فلفل كحل البنه. دوكا نخلط كلش كيف كيف حتى نتحصل على قوام يكون ثقيل شويه. المهم كيما قلت لكم زوج حبات تاع البيض، نفس الكيل ديالهم حليب، نفس الكيل ديالهم فرينه. انا خيرت هذوك التبيسيات الصغيورين هذوك. كيما شفتوا كنت حطيت زوج حبات تاع البيض، كان نفس الارتفاع ديالهم فرينه. من بعد عمرت برك كيله تاع الحليب يعني باش نوريها لكم. بعد خديت النص ديالها. لازم تتحصلوا على قوام يكون ثقيل شويه. لو كان يكون يعني خفيف على هذا، كي تحطوا الشيفلوغ لداخل ما راحش يرفد كميه لاباس بها من هذا الخليط. معناها كي تحطوه من بعدها في يعني في الزيت سخونه، ما راحش ياخذ هذيك لاكوش من برا. معناها تحسوا كي شغل الشيفلوغ هذاك راهو فارغ. واذا مثلا العكس تقلتوه بزياده، راح يجيكم شغل يقهم بالفريده. دوك قيس ما خليت هذاك المزيج هذاك بجيه، نعاود نضرب طلع على هذاك البصل، لقيته دبال. دوك هنا نقدر نمرق. دايما التمريق يكون يعني بعد ما يدبل مليح هذاك البصل، يعني باش يعطينا من بعد قوام شباب للمرقه. توابل تاني يكونوا دايما في التمريق هكذا، يعني باش اللون تاع المرقه ما يكحلش. ودرت حبه تاع فلفل حار للبنه تعطينا بنه تهبل. والماء تاع التمريق يكون دايما مسخون باش يخلي الحميصه تكمل طيابها ما تتقرسلش. دايما نقول لكم السر تاع البنه تعطيه في التقليه الاولى، في التمراق، في التوابل كي ينضافوا بعد ما تمرقوا، يعني كل حاجه عندها بلاصتها. هنا بعد ما غلقت هذيك القدره نقوي شويه للنار، نخلي حتى هذيك القفله تطلع. من بعد نقص للنار ونخليها حوالي 10 دقائق ربع ساعه حتى تطيب هذيك الحميصه. اذا كانت الحميصه ماشي طيابه والدجاج طاب قبل منها، نحي هذاك الدجاج ونخلي الحميصه تكمل طيابها. نجيو دوكا لبنيه تاع الشيفلو. هنا راني دايره كاسرونه صغيره درت فيها الزيت هكذا، يعني باش الارتفاع تاع الزيت يكون عالي شويه. بديت نسيي الزيت اذا سخنت. يعني شديت هذاك الطرف تاع الشيفلوغ طرف صغيور، مرمكتو في هذاك الخليط. من بعد حطيته قباله في هذا الزيت، غير نشوفو حمار على جهه نقلبو على الجهه الثانيه. من بعد قبالة نحي هادوك يعني الريسان تاع الشيفلوغ ولا الزهرات تاع الشيفلوغ، قبالة يعني من مقلة الكسكاس ولا يعني الصفاية تكون كبيرة عندها تقابي هكذا، باش نضمن اي قطرة بقات فيها الزهرة تاع الشيفلوغ يعني تاع الزيت راح تهبط يعني منهم، هكذا باش نتحصلوا على الشيفلوغ يكون خفيف. من بعد ما طيب لنا الحميصة وتعقد لنا المرقة ديالنا، يا اما تحطوا هادوك الشيفلوغ يعني في طنجرة وتفرغوا هذيك المرقه من فوق، ولا في يعني في كل تبسيط تاع كل واحد
تحطوا راس ولا زوج تاع الشيفلو، من بعد تسقيوه هكذا بالمرقه، هكذا تتحصلوا على شيفلوغ يكون مقرمش وبنين، وما يكونش هكذا مشبع بالمرقه. تاكلوه مع عصره تاع القارص مع شويه تاع المعدنوس، وانتم تحصلتوا على اروع طاجين شيفلوغ مرقه بيضاء. المهم نتمنى برك ان شاء الله الوصفه تاع اليوم تكون عجبتكم. اذا عجبتكم ما تنسوش تفعلوا مع الفيديو، تبارطاجوه مع الحباب هكذا باش تعم الفائده. نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو المقبل باذن الله، وابقوا على خير.